من فترة كده لو تفتكروا كنت رحت مدرسة منارة الفاروق، وكنت اتكلمت مع الشباب هناك شوية، الطلبة هناك. كانت اكسبيرينس حلوة جدا، يعني كنت اتبسطت من الكلام مع يعني مع الفئة العمرية دي جدا، لان الواحد مش مركز معاهم خالص، وعندهم كمية وعي قوية جدا. يعني واحد مثلا كان عنده يوتيوب شانل، عنده مثلا 11 سنة ولا 12 سنة حاجة زي كده، وعنده يوتيوب شانل بتاعته. فحاسس ان انا عايز اركز مع الشباب دي اكتر. بعد ما خلصت كلام حتى هم كانوا منبهرين بستبرك، وكانوا عايزين يعرفوا اكتر وانا اصلا يعني ما بوجه لهمش كلام خالص في الفلوجز بتاعتي ولا في اي حاجة انا بعملها. فالناس اللي في المدرسة، اللي في تالتة ثانوي وتانية ثانوي وأولى ثانوي وفي اعدادي وفي ابتدائي، الفلوج ده عشانكم. انا كنت عايز اكلمكم بقى في حاجه مهمه جدا. كلنا بنبقى نفسنا نكون حاجه لما نكبر. يعني مثلا انا كان نفسي ابقى دكتور، انت ممكن يكون نفسك تبقى مهندس، ممكن يكون نفسك تبقى طيار، ممرضه، whatever. يعني الحوار ده بيبقى نابع في السن الصغير من حتتين، كل قاعده وليها شواذ، بس في العموم انت بتبقى عايز تبقى الحاجه دي نتيجه ان والدك او والدتك دكتور مثلا، فانت نفسك تبقى ده، لان انت بالنسبه لك الكسب، الفلوس، مصدر الرزق هو ما بيجيش غير عن طريق الحاجه اللي ابوك بيشتغلها دي، لان انت ما شوفتش غير كده في حياتك. الحاجه التانية ان برضو والدك مثلا دكتور، فانت كاره الطب تماما. دي كده البذره الاولى يعني. فدي بتساعدنا شويه ان احنا نعرف نفسنا اكتر، نعرف رغباتنا جايه منين، لان انت ممكن يكون عندك رغبه والرغبه دي ما تبقاش حقيقيه، الرغبه دي جايه نتيجه عوامل خارجيه. الفكره ان كلنا بندور على نفسنا في الحياه. يعني الحياه هي عباره عن مغامره او طريق انت بتدور فيه على نفسك، بتتعرف فيه على نفسك. الكاميرا تقع. الحياه عباره عن شويه اكسبيرينسز، شويه تجارب انت بتدور فيها على الحاجات اللي انت بتحبها، بتكتشف نفسك اكتر. كل خطوه بتخطوها في حياتك بتعرفك على حاجات جديده فيك. وانا صغير كنت عايش في كندا، وكنت الشاب المصري او الطفل المصري اللي عايش بره، وكان ده سبب كبير جدا في ان الناس كانت بتتريق عليا جدا، اللي هو بقى ايه، انت جاي من مصر بقى وعربي بقى ومش عارف ايه وبتاع. فكنت انا البونبونايه بتاعت اي فصل بروحه في كندا. لما جيت مصر بقى بقيت انا الشاب الاجنبي اللي جاي مصر. جيت تقريبا في اولى اعدادي حاجه زي كده. طول حياتي بونبونايه اي فصل. الايام دي دايما يقولك لازم تبقى عارف انت عايز ايه، لازم تعمل اللي انت بتحبه، لازم تخش الكليه اللي انت بتحبها. بيحط عليك الضغط بتاع انك ده انت من اول ما تتولد المفروض تكون عارف انت عايز ايه. ده انا من غير ده كانت دماغي كبيره قوي، عشان كنت ذكي جدا وكنت عارف انا عايز اعمل ايه بالظبط في حياتي وانا عندي سنتين ولا دي سنه مش عارف. بس دي مش حقيقه خالص. الكلام ده بيطمنا. ليه بيطمنا؟ انت لحد ما تموت هتبقى بتدور على الحاجه اللي انت بتحبها، وممكن تتغير كل 3-4 سنين عادي. متضغطش نفسك. لا عندي اصحاب ولا عرفت. عندي اصحاب حاجات تانية. تمام؟ فانا دلوقتي ركز يا ابني. حاضر. معلش عايزكم كلهم جدا، كل الشباب تيجي هنا كده. تعالوا. مين صايم؟ وانا كمان والله مش قادر، انا جعان جدا. مين بيتفرج على يوتيوب؟ مين بيحب اليوتيوب؟ حلو. مين عارف يعني ايه يوتيوبر؟ قول لي بس علي صوتك. يعني ايه تبقى يوتيوبر؟ انا عارف يوتيوبر لما انت تكون انت اللي بتعمل على اليوتيوب. بالظبط كده. طيب انا يوتيوبر. رايح فين؟ تعال.
لسه دقيقتين. مانجا. خلصت التوك والمغرب جدا وهنروح نفطر. دلوقتي ان شاء الله مع الاطفال. الحمد لله الدنيا كانت حلوه. بحب انا السن ده، الاطفال يعني فايقين يعني معايا، يعني رغم ان هم صايمين ومش عارف ايه وتعبانين، بس الحمد لله يعني عرفت اقفشهم يعني اوصل لهم اللي انا عايزه. قفشتهم بحته اليوتيوب ومين عارف اليوتيوب ومين مش عارف يوتيوبر والحوارات دي، وفي كتير منهم اصلا عايزين يبقوا يوتيوبرز وبتاع. فالحمد لله كانت فقره جامده يعني. يلا طيب ماشي. نظام محترم. انا الست دي مش مسامحها، مش هفضل سامحها طول عمري. اللي كلمتها هو انا ما اعرفهاش بس مش مسامحها. هو ايه الاكل يا جدعان؟ شاورما ولا ايه؟ بالظبط كده. ده انت بتتفرج على فلوج، ده انت هارش بقى. طيب خش بقى خد سكرين شوت. ماشي عاش حبيبي. بس على انفراريد سيرش، فمثلا اول ما يبقى خلاص مسافة 15 سنتي او 20 سنتي ما بين اي اوبجكت هيخبط فيه، يقف يلف ويرجع بدل ما يقوم خابط. ماشي صحيح جدا. يلا الله يخرب بيتك. خلصنا في المدرسة، مش عارف انا باين ولا لا، ورايح دلوقتي او وصلت عند محمد اسلام. كان عازمنا على الفطار عنده بس احنا فطرنا في المدرسة، ودلوقتي هنروح ناكل كنافة ونلعب بلاي ستيشن مع الصحبة. يلا. فين الشبكة؟ الشبكة هنا ميتة. السلام عليكم. ايه يا فكسان؟ هو ده بي اس 4 خلاص يا ابني هنلاقيك في كل حته ولا ايه بقى اللي بيحصل؟ تعالى سلم. طيب في حد بيتكلم. استنى عايز اسلم على امير. اوعى وسع. عامل ايه؟ ايه ده؟ سلم يا خبر بقى يعني كده. شفت الفلوج يا ابني ولا ايه؟ يا عم فلوج ايه؟ ان انت لا انت بعتها لي. لا انت ما بعتهاليش. لا ولا انا بقول لك خلاص انا عامل دماغ لوحده. بيلعب بروسيا. ده قرار عدول براحته. سيب شوية في الميموري بس هحزم عشان لما اجي العب. ماشي. هتلعب من مين طيب؟ هو غالبا كده مفيش غير بايرن. لا خلاص هلعب انا في شرفنا هنصلي. هلعب بوشكر. ايه القرف ده؟ الرسمة دي رسمتها وانا عندي 8 سنين ونص. امي اللي كاتبه دي. الرسمة دي فيها حاجة عجيبة جدا، ان انا كنت برسم، كنت بحب الرسم جدا، وفي نفس الوقت كنت يعني بحب الطب بشكل ما. فانا بعمل الحاجة اللي انا بحبها وبرسم الحاجة اللي انا فاكر ان انا بحبها. ده طبعا نتيجة ان والدي دكتور، فانا بالنسبة لي كل الحياة كانت ان لازم اطلع دكتور، علشان ما ينفعش ما يبقاش فيه دكتور في البيت. هنعمل ايه لو عيينا؟ فالمشكلة اللي كانت بتحصل ان انا كنت دايما وانا في اي فصل في اي حتة في اي مكان كنت بقعد ارسم، كنت بقعد اشخبط. واحنا قاعدين في الماث انا قاعد برسم على الكتاب بتاع الماث نفسه، وفي مساله وانا قاعد ايه برسم عليها، وفي الامتحان برسم. يعني طول حياتي برسم. يدخل الكتاب برسم على الديسك عادي، مش يعني اي حاجه برسم عليها. كنت برسم على البنطلون، مفيش مشكله خالص. وكانوا طبعا المدرسين بيروحوا قافشني ومضايقني وفكك وسيبك ومش عارف ايه وبتاع. فده كان بيسبب لي مشكلتين. اول حاجه ان ده كان بيخليني احس ان انا فاشل في الدراسه. تاني حاجه كان بيخليني احس ان الرسم مش حاجه معترف بيها، ان الرسم ده شيء فكسان، اللي هو انت هتطلع رسام ولا انت هتعمل ايه، هتكسب اصلا من ده ازاي. فكان عندي ازمه داخليه كبيره جدا. يعني انا مش عايز اقول ايه اللي حصل في الاخر، لان ده سهل ان انت تعرفه بانك تتفرج على الفلوجز بتاعتي ولا تتابعني في اي حته ولا. بس الفكره ان وانا في كندا لما كنت البونبونايه كنت بحس ان انا دايما متضايق ومش عارف ايه. ده خلاني متميز دلوقتي، لان انا الحمد لله بقى عندي لغتين، فده مديني هيد ستارت على معظم الناس اللي حواليا، ودوت بيصب بشكل مباشر في اللي بعمله الايام دي. لو انا كنت طلعت دكتور
ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه من اللي انا بعملها دلوقتي. لو انا كنت استسلمت لفكره ان الرسم ده حاجه فكسانه برضه ما كنتش هعمل ستوبرك ولا هعمل اي حاجه ليها علاقه باللي انا بحبه. اسمع كلام نفسك وخليك مؤمن بالحاجه اللي ربنا مديها لك. خليك مؤمن بالاحساس اللي عندك. بالانجليزي بيقولك الجات فيلينج، اللي هو الاحساس اللي بيجيلك كده، الحدس كده، عارف انا نفسي ابقى كذا، انا حاسس ان انا نفسي ابقى كذا. اسمع كلام نفسك، اسمع كلام الصوت اللي بيجيلك ده، لان ده حقيقي. متخليش حد يحبطك خالص، ما تستسلمش للضغوطات بتاعت المجتمع، ما تخليش الناس اللي معاك في الفصل يحسسوك انك اقل منهم، لان في الاغلب الناس اللي بيحصل معاها كده بتبقى متميزة بعد كده وبتعلم على كل الناس. واعرف حاجة مهمة جدا بقى جدا، ان الاحساس ده اللي عندك دلوقتي، ان انت حاسس انك عايز تبقى حاجة ولا حاسس انك عايز حاجة ولا بتحب حاجة، الاحساس ده ما بيتغيرش كتير لما تكبر. يا اما تعمل بيه يا اما تدفنه وتكبته وتنساه. خليني انا بقى اسألك سؤال، ايه الحاجة اللي حصلت لك وانت صغير وحسيت ان هي ممكن تبقى اوحش حاجة حصلت لك في حياتك، وممكن تبقى ما فادتكش باي حاجة، بل بالعكس ضرتك بس، ولما كبرت اكتشفت ان هي ممكن تكون من احسن الحاجات اللي حصلت لك في حياتك؟ عايز اقرا كومنتس حلوة كده ان شاء الله. عموما في ناس كتير جديدة الحمد لله يعني انضمت للشانل، فعايز اقول لكم ازيكم عاملين ايه، اهلا بيكم في قناتي. بعرفش اعمل الحوار ده خالص، بس بجد انا مبسوط ان انتوا جيتوا. يعني الشانل ما شاء الله بتكبر جدا، يعني بقينا قرابة 50,000 في اقل من يعني في سنة تقريبا، ودي حاجة قوية جدا الحمد لله رب العالمين. اللي مش عامل سبسكرايب click the subscribe button please. شباب طلعوا موبايلاتكم، ارفعوا موبايلاتكم فوق، معاهم موبايل ارفعوا فوق، خشوا على اليوتيوب، خشوا على اليوتيوب، خشوا على اليوتيوب، اكتبوا حازم HAZEM اعملوا سبسكرايب ماشي؟ وان شاء الله اشوفكم وقت ما اشوفكم. عايز اوريكم لقطة تانية. وانا بدي التوك لقيت واحد معاه فيدجت سبينر، فرحت عشان اخدها منه. هات شكرا. جايبها منين دي؟ جايبها منين؟ تركيا؟ طيب مين اللي جابها لك؟ طب خليه يجيب لك واحدة تانية. طبعا رجعتها له تاني يعني للأسف. سلام شباب شكرا.